ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد وفيديو تفريزات فراخ لشهر ابريل. فما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. اول حاجه طبعا في التفريزات او الف ب تفريزات ان احنا نقشر كميه بصل كويسه. بناخد بقى اللي نحتاجه ونعمل بيه التفريزات اللي احنا هنعملها، وباقي الكميه بنشيلها اكياس في الفريزر بتنفعنا في اي حاجه تانية. اشتريت بقى 4 كيلو من الصدور الفيليه او الفصوص. مش بشتري البانيه الشرايح خالص، يعني مش عملي ومش هتعرفي تطلعي منه وجبات متنوعة. انما الفصوص هتطلعي منها اصناف وجبات كتير جدا. وكمان عندي بيحبوا الوراك اكتر من الصدور. يعني الصدور تتعمل مثلا بانيه، تتعمل شيش، تتعمل شاورما، ناجتس، برجر. انما هما بيحبوا كلحمة مثلا بعضمها يبقى الوراك. فاشتريت برضو كمية كده من الوراك. ودايما لو هتعملي تفريزات تبقى الوراك حجمها كبير عشان تعرفي تطلعي منها تقسيمات كده حلوة ومشبعة. اخدت بقى عندي كده اول حاجة الوراك وغسلتها وسبتها تتنقع شوية في ملح وليمون، وبعدي تماما عن الخل عشان بيخرج كل كمية البروتين اللي بتكون موجودة في الفراخ. هتلاقي الخل كده بيطلع مادة بيضة من الفراخ، فاحنا طبعا عايزين نستفاد بكل البروتين اللي فيها. فافضل حاجة تغسلي بيها الفراخ هي الليمون والملح. والافضل من كده ان انتي اصلا تكوني شارية الفراخ من مكان يكون كويس، تكون الفراخ اصلا جودتها كويسة. واخيرا لقيت مكان يعني بيبيع فراخ جودتها كويسة والفراخ مش بتكش. يعني مشكلتي كانت مع الفراخ، جربت بياعين فراخ كتير قبل كده، الفراخ دايما بجيب يعني ما شاء الله احجام كبيرة بس الفراخ بتكش معايا. فالحمد لله لقيت مكان محترم جدا. هسيب لكم برضو ارقام التليفونات والكارت في اخر الفيديو، تقدروا تتواصلوا معاه وعندهم توصيل. بجد فراخه طعمها حلو جدا ونظيفة ومش بتكش زي ما انتوا شايفين كده. يعني النظافة بتتحدث عن نفسها. فغسلت بقى كل الفراخ اللي عندي وهبدأ ان انا هنا اتبل معايا الوراك. اخدت كمية من البصل وبتبل بيها بقى ملح وفلفل اسود وشوية من القرفة والسبع بهارات. دي كده التتبيلة المفضلة ليا للفراخ. وهقولكوا برضو على اسعار الفراخ. الوراك كان سعر الكيلو ب85 جنيه، واللي هي الصدور الفصوص دي الكيلو ب190 جنيه. فالفراخ كل يوم بسعر. وكمان كل محل بيبيع بسعر غير التاني. يعني انا عندي كذا محل هنا اللي كنت بشتري منهم، فكل محل حاطط سعر معين. مش عارفه ليه بصراحه. كل واحد يقول لك اصل انا فراخي مش عارفه مش هتلاقيها بره. انا ببيع انضف فراخ. إيه التلاتة 4 جنيه اللي هتلاقيهم موجودين عندي زياده في السعر اكيد انت هتاخدي جوده بيهم. وفي الاخر تلاقي كلهم زي بعض والنتيجة واحدة. فانا كانت مشكلتي مع الفراخ ان هي بتكش. يعني بعد ان الفراخ بتكش ان هي بتكون شاربة مية كتير. بعد التسوية خلاص المية دي بتتبخر، بتلاقي الفرخة اللي جايباها قد كده بقت قد كده. فكنت بفطر عند بابا في رمضان، فكان جايب فراخ يعني عجبتني قوي. يعني الوراك ما شاء الله كبيرة زي ما هي، وطعم الفراخ حلو قوي مفيهاش ريحة زفارة ونضيفة جدا. فبقول له انت جايب الفراخ دي من عند مين؟ يعني عجبتني قوي. فالمهم عرفت المحل ان هو جنب البيت اصلا، فجبت بقى منه وحقيقي حلو قوي. بعد ما تبلت معايا بقى كل وراك الفراخ كده بالتتبيله الحلوه اللي قلتلكوا عليها، قسمتها معايا في الاطباق. طلعوا معايا 4 اطباق، كل طبق فيهم 3 وراك. لان انا اسره مكونه من 6 افراد، فبقسم ال3 وراك 6 قطع. بتكفيني وبتكون الوجبه مشبعه جدا. لو انت بقى عايزه مثلا ايه يعني تقسمي بقى اكتر الوجبات وتعملي وجبات مختلفه، ممكن تفصلي بقى اللي هي قطعه السفح عن الدبوسه، وتقسمي بقى مثلا طبق كله دبابيس، طبق كله قطع اللي هي السفحة على بعضها. فالمهم يعني انا ريحت دماغي وبدأت ان انا ابص لنفسي اكتر الفترة دي، فبختار اكتر حاجة مريحة ليا وبعملها. فكل طبق فيه 3 وراك ده مناسب جدا. تعالوا بقى نشتغل على باقي كمية البصل. زودت برضو عليها ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وشوية من القرفة، وشقلبي بقى وقلبي كل البصل ده مع بعضه. ومعايا كمان صويا صوص غامقة ازود منها على بعض الوصفات. تعالوا بقى نشتغل في الصدور ونبدأ ان احنا نقسم معانا وجبات. دول كده كانوا 4 كيلو من الفصوص او 4 كيلو 300 جرام، حاجة زي كده. لان بصراحة محمد هو اللي شاريلي الفراخ دي، فما كنتش معاه يعني هو بيشتريها. فهنا بقى ببدأ ان انا اخد كل قطع الفيليه اللي هي بتكون موجودة معايا. في الفصوص بيكون بقى القطع دي طرية كده وحلوة، وتقدري مثلا تعمليها بالاعشاب زي كده قطع الفصوص اللي هي بتكون موجودة في اكياس ولعتين، او ممكن تعمليها ستريبس او تتقطع برضو مكعبات وتعمليها كده بالكريسبي، بتكون حلوة جدا.
مش فاكرة بالظبط كان كل الفصوص عددهم كام. المهم انا هاخد كل الفصوص اللي انتوا شايفينها دي، هتعمل معايا طبقين حلوين قوي. وبعمل الطبق بيكون فيه 12 قطعة، كل حد فينا قطعتين. يعني لو انتي عدد افراد الاسرة اقل من كده فهيعمل معاكي عدد وجبات كتير قوي. او ممكن بقى تقللي الكمية لو انتي عايزة بقى تمشي بميزانية مظبوطة قوي، ممكن ان انتي تقللي الكمية. فهنقول مثلا الميزانية دي كانت في حدود 1300 جنيه. انا بكون مظبطاها دايما على 1000 جنيه، بس يعني عشان محمد اللي اشترى الحاجة فاكيد هيجيب لي حاجات زيادة فيها، هو ايه كريم شوية يعني. فالمهم يعني قال لي الحاجة اللي هتتبقى مفيش مشكلة سيبيها للشهر اللي بعده. والفراخ اصلا سعرها طالع نازل، يعني اسعارها مش ثابتة، فيعني الحاجة في البيت احسن من الفلوس في الجيب، وده مبدئي ومبدأه هو كمان. وبرضه عايزة اقول لكم على بس حاجة، انا قلت في فيديو المشتريات لو توفر معاكي فلوس زيادة ومعاكي فلوس زيادة اشتري شكارة رز مثلا تسيبيها عندك في البيت، ازازة زيت. يعني قلتلكم مثلا البقوليات بتستنى بالسنة في التلاجة، التوابل مفيش منها اي مشكلة. احنا في ظروف صعبة ومش عارفين الدنيا رايحة فين، والحاجة ممكن تغلى في لحظة. فلو معاكي فلوس زيادة ممكن تسيبي بقى كام حاجة في البيت، يعني بيستروا معانا البيت. لان مثلا في فترة من الفترات يعني تقريبا من سنتين حصل كده أزمة في السكر. السكر ما كانش موجود، سعر الكيلو كان بيتباع وقتها تقريبا يعني ب16 جنيه او ب15 جنيه، فجأة الكيلو وصل ل50 جنيه. ويا ريت كان موجود، كنا بنتبهدل جدا بتوابير كبيرة قوي، سواء في فتح الله او اي هايبر تاني او اي مكان نعرف ان فيه سكر، كنا بنقف بالطوابير عشان نلاقي كيس سكر. وبرضو بالنسبة للزيت، كانت ازازة الزيت وقتها بتتباع اللتر ب58 او ب57، تاني يوم على طول او فجأة كده لقينا ازازة الزيت وصلت ل100 جنيه الازازة، اللي هي الازازة اللتر. والازازة اللي انا شارياها حاليا ب300 جنيه، وقتها كانت بتتباع تقريبا في حدود 200 جنيه. فجأة برضو لقينا ازازة الزيت وصلت ل600 جنيه و500 جنيه. فدي كده كانت حاجات مفاجأة يعني حصلت. فانا بناء على ده كنت بقول لكم لو معاكي اي فلوس زيادة اشتري بيها، يعني تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل. ليه بقى ليه اقول الكلمتين دول رغم ان قلتهم بحسن نية مفيش اي مشكلة؟ تيجي بقى كام واحدة كده في الكومنتات ايوه ما اللي انتي بتقولي عليه ده يعني معناتها ان احنا كل الحاجة هتتجمع كلها من السوق، والحاجة اسعارها تتضاعف واسعارها تزيد. انا مش بقول انزلي يعني كدسي الحاجات عندك في البيت. والكومنت برضو التاني ما انتي معاكي وبتجيبي وبتشتري وعايشة مش عارفة في ايه وبتعملي ايه، يعني كلام كده ملوش لازم ان هو يتكتب. فانا مش قصدي حاجة، انا قصدي ان يكون عندك يعني حاجات كده امان معاكي في البيت. انا شخصيا اي فلوس زياده بتتوفر معايا مش بستخسرها في البيت ابدا، بنزل اشتري بيها حاجات اللي هي بتستنى لمده طويله، زي البقوليات مثلا، الرز، الحاجات اللي ليها عمر في البيت. ده عامه بصرف النظر عن اي حاجه ممكن تكون بتحصل. فده كان وجهة نظري. عايزة تاخدي بيها مفيش مشكلة، مش عاجباكي او مش عاجبك الكلام ولا كأنك سمعتيه خالص ولا تعملي بيه، هي في الاول وفي الاخر بتكون وجهات نظر. فانا شخصيا مثلا فتحت علبة صلصة اللي هي 3 كيلو، فتحتها الشهر ده مثلا، وهي ممكن تستنى معايا لحد 3 شهور او 4 شهور. مش بفضل بقى منتظرة لحد ال4 شهور ما يخلصوا واشتري علبة صلصة تانية. لا هي خلاص اتفتحت انا بكون شارية علبة جديدة وموجودة عندي في البيت، اول ما تخلص التانية خلاص ببدأ ان انا استخدم اللي شارياها. ودايما برضو بتجيلي اسئلة يا شيمو طب ازاي يبقى البيت على طول، احنا بنشوف عندك الشهر بيكون خالص وبيكون لسه عندك حاجات متبقية من الشهر اللي قبله. عشان يا حبايبي انا مش بسيب البيت لاخر مرحلة او لاخر حاجة ان هو يفضى خالص وما لاقيش عندي اي حاجة، هي مجرد الحاجة ما تقرب تخلص بكون شارية على طول البديل، وهكذا بقى دايرة كده مغلقة بتفضلي ماشية فيها، بتلاقي دايما البيت فيه عندك خير. تمام كده حلوين. ده بس كان ايه شرح كده لوجهة نظري للناس العاقلة، الناس كده اللي بتحب ان هي تستفاد. نرجع بقى تاني للفيديو. اخدت بقى عندي كده كل شرايح الفيليه وقسمتها في طبقين، كل طبق فيه 12 قطعة، يعني لكل شخص فينا قطعتين، وما شاء الله القطعة كبيرة مش صغيرة. يعني لو عايزة اكل الوجبة دي على يومين هاكلها على يومين ومفيش فيها اي مشكلة بالنسبة لي لو عايزة اوفر يعني. المهم قطعت كده ايه طبقين الفيليه، واخدت بقى الجزء اللي انا بقطعه من الفصوص ده، اللي هو الجزء اللي هو في طرف الفصوص ده، هعمله كباب حلة بالفراخ، بتبقى الفصوص ناعمة كده وحلوة وبتكون جميلة قوي. فاخدت برضو لكل حد فينا قطعتين، يعني الطبق بيكون فيه 12 قطعة. برضو لو انتي عدد افراد الاسرة اقل من كده تقدري تقسمي اطباق
اقل من كده هيبقى معاكي الكمية ما شاء الله كتير قوي. فهاخد بقى معايا اطباق التفريز وابدا ان انا ارتب فيها كل القطع الحلوة دي، ودي تعتبر تالت وصفة معانا من الفصوص، وهي كباب الحلة بالفراخ. يبقى اول وصفة عملنا اللي هو الستريبس العادي، تقدري تعملي معاه مكرونة او ريزو، وممكن الوصفة التانية تعمليها صدور كده مشوية على الجريل، بتكون حلوة قوي. تالت وصفة بقى هعملها من الصدور، وهي شرايح الشاورما، وممكن تقطعيها تخينة شوية تبقى معاكي فاهيتا. وبالنسبة للشاورما تقدري تعملي مثلا وجبة سندوتشات شاورما سوري بالعيش السوري ومعاها بطاطس، او ممكن تعملي فتة شاورما سوري برضو بتكون حلوة، او نعمل صينية نجرسكو برضو بنفس قطع اللي هي تقطيعة الشاورما دي، فتمشي معانا لكذا وصفة. يعني الوصفة الواحدة ممكن يعني تمشيها معاكي لحاجات كتير قوي. زي الاستريبس برضو، ممكن تعملي الاستريبس مثلا مع ريزو، او ممكن تعملي عيش فينو، او تشتري عيش فينو جاهز من بره وتمشي معاكي سندوتشات زنجر، او ممكن تعملي السندوتشات الزنجر بالعيش السوري. طبعا الولاد بقى بتبقى عارفين الوصفات دي كلها وبيشوفوها في المحلات بره، فتقدري برضو ان انتي تعملي الوصفات الحلوة دي في البيت، وبتكون موفرة جدا عن الحاجات اللي بتتباع جاهزة. فده بالنسبة حبايبي كده لوصفة الشاورما. هاخد برضو كل الكمية اللي قطعتها وانقلها كده معايا في طبق التفريزات، وازود عليها شوية بصل، وعايزة تزودي كمان صويا صوص او باربيكيو صوص مفيش اي مشكلة. فوقت التسوية هبقى ازود معاكم الاضافات دي. كان عندي برضو قطعتين كده باقيين زودتهم معايا على طبق الشاورما. هاخد بقى معايا القطع اللي انا اخدت منها اللي هو الطرف اللي في الصدور، هبدأ ان انا اقطعها معايا لشرايح كده من الفراخ البانيه. برضو ينفع تعمليها شرايح بانيه. وبحب بقى تقطيعة البانيه اللي هي بتكون في البيت، لان مثلا لما بطلب اللي هو البانيه اللي بيتباع جاهز بره بيقطعها رفيعة جدا. مجرد ما تاخديها في البقسماط وتقليها في الزيت تحسي ان هي نشفت معاكي، وتقطيعة الفراخ بتكون رفيعة قوي. انما في البيت احنا بنقطعها كده معانا لقطع كده، يعني سمكتها تكون كويسة عشان لما تقليها ما تنشفش معاكي. ممكن برضو تقلي الفراخ دي وتعملي منها بانيه كده ببقسماط، او اللي هو بالفيجيتار، او ممكن كمان تاخديها على الجريل لو عايزة بقى الحاجة هيلسي شوية، فتقدري برضو تشويها على الجريل، هتبقى معاكي حلوة قوي ما شاء الله. بقى شايفين انتوا الوجبة كبيرة كده ومشبعة، وتكفي أسرة مكونة من 6 أفراد وزيادة كمان. يعني برضو الوجبة دي لو عايزة أكلها على يومين مفيش أي مشكلة، هعملها على يومين، وهعمل بقى جنبها سمبوسة أو سبرينج رول أو مثلا رولات جلاش. برضو الأطباق الجانبية دي بتكون عامل مساعد إن هي تكون مشبعة معاكي في الوجبة، وكمان يعني بتزود كده الوجبة وبتخلي الوجبة كده متكاملة وحلوة. فبرضو هبقى انزل لكم فيديو فيه كده تفريزات مقبلات للشهر. بقى احنا عملنا مقبلات لشهر رمضان، لا نخلي بقى النظام ده ماشي معانا على طول، ان احنا نعمل اطباق مقبلات لكل شهر. فاخدت بقى معايا كده طبق التفريزات برضو، وهبدأ ان انا ارص فيه كل قطع الفراخ برضو من نفس تتبيلة البصل، بصل وملح وفلفل اسود وقرفة وال7 بهارات. وبشتري ال7 بهارات اللي هي شركة شيفي، وفي كمان شركة ويلز، الاتنين حلوين قوي ومش بيصبغوا معانا في الاكل. وكمان تلاقي كده مثلا البطاطس تلاقي لونها فاتح وطعمهم حلو قوي. فدي كده بالنسبة لوجبة اللي هي الشرايح البانيه. تعالوا بقى ناخد وجبة كمان كده نقطعها مكعبات، تقدري تعملي منها شيش طاووق بالقاف، او ممكن تعملي منها مثلا مكعبات فراخ كده مع وايت صوص، مكرونة بالوايت صوص، برضو افكارها كلها حلوة. فزي ما انتوا شايفين هقطع بقى مكعبات كده الصدور، تكون مكعبات كده حلوة مش صغيرة، عشان اكون محددة مثلا في كل سيخ انا هعمله هزود كام قطعة، عشان تكون كل الاسياخ اللي هعملها شبه بعض. او لو هقسمها مثلا مع مكرونة بالوايت صوص، تكون برضو القطع معايا مش صغيرة قوي، فيبقى كل واحد واخد نصيبه. فزي ما انتوا شايفين معايا القطع كبيرة، والوجبة برضو هتكون مشبعة وحلوة. ودي كده حبايبي الوصفات اللي هي العادية، الفراخ اللي هي مثلا الوراك، فراخ وراك بعضمها زي ما هي. بالنسبة برضو للحاجات اللي هي متقطعة كصدور، كل حاجة صريحة زي ما هي، غير طبعا الفيديو اللي هو بينزل لكم على القناة التانية اللي هو فيه المصنعات. ان انا عايزة اعمل مثلا الفراخ دي كفتة مثلا، او عايزة اعملها برجر، عايزة اعمل منها ناجتس. الوصفات بقى دي بالنسبة لي بتدخل في بند التوفير، الوصفات الاقتصادية الموفرة، لان انا ممكن يعني ازود بقى عليها اضافات واعمل منها وجبات تكون كتير جدا.
يعني ممكن مثلا بكيلو من صدور الفراخ اعمل منه كذا وجبة. فدي وصفات، واللي انا عاملاها المرة دي زي ما انتوا شايفين كده دي بتكون وصفات تانية. فهتلاقي بقى الوصفات الاقتصادية دي هنزلها لك على القناة التانية، لان هي كانت فيديوهات انا كنت حاجات عاملاها قبل كده. انما حاليا بعد التعب اللي جالي في رجلي انا ما اقدرش ان انا اقف اعمل حاجات، ويعني زي ما كنت بعمل بقى كنت باخد كده يوم اعمل فيه تفريزات ومصنعات، يعني بعمل فيه حاجات كتير جدا. فحاليا ما بقاش عندي القدرة الجسدية ان انا اقف على رجلي لمدة طويلة واعمل كل الحاجات دي. وشغل بقى التفريزات بالنسبة لي انا معرفش اعمله وانا قاعدة، يعني معرفش مثلا اجيب صينية كبيرة واخد بقى معايا الفراخ وابدأ ان انا اقطعها والكبة والحاجات دي. فالموضوع هيكون صعب جدا ان انا اشتغل وانا قاعدة واعمل تفريزات. فبالنسبة لي بقى الموضوع صعب شوية، بس بعمل ايه حاجات كده بسيطة، ممكن كل اسبوع ابقى انزل لكم وصفات مختلفة. تمام كده يا حلوين. فلو انت قادرة تعملي مصنعات مثلا وعايزة تفرمي فراخ وتعملي مثلا ناجتس او برجر وحاجات زي كده، برضو هسيب لكم الفيديوهات على القناة التانية. وان شاء الله برضو ممكن ابقى اعمل لكم فيديوهات اللي هي مثلا نشتري كيلو صدور بانيه او صدور اللي هي الفصوص، ونبدأ ان احنا نعمل بيها وصفات مصنعات. لما اعمل كيلو صدور بانيه كده لوحده، غير طبعا لما اقف انضف كمية فراخ اللي هي للشهر وابدأ اعمل منها وصفات كتير. فالوقفة الكتير دي هي اللي جابت لي الكافية. فعشان كده انا بحاول احافظ على نفسي قدر المستطاع، عشان كل ما اضغط على نفسي الموضوع بيرجع يزيد معايا تاني. فيعني ايه، محدش بيشيلك غير نفسك، وصحتك دي قبل اي حاجة. فعشان كده بدأت ان انا ما اضغطش على نفسي، وانتي برضو ما تضغطيش على نفسك. اللي قادرة تعمليه اعمليه، ودوري على اكتر حاجة تكون مريحة وسهلة بالنسبة لك واعمليها. يعني انا لقيت ان انا اشتري الوراك والصدور كده اسهل كتير ليا ان انا اشتري فراخ على بعضها وابدا ان انا اقطعها واتهلك الهلكة اللي كنت بتهلكها. برضو هنزل لكم وصفات الفراخ اللي على بعضها، لو انت حابة تعملي تقسيمة فراخ مثلا هتطلع معاكي عدد وجبات حلوة قوي. وبرضو وصفات المصنعات ان شاء الله هبقى انزلكوا كده ايه وصفات خفيفة ولطيفة ما تاخدش معانا وقفة كتير في المطبخ، وبرضو تبقى معاكي وجبات تكون حلوة. ده بقى كارت المحل اللي انا شارية من عنده الفراخ، بجد جربوا من عنده حبايبي هنا اللي من دمنهور، مش هتندمي ابدا. هو موجود في البرج اللي كان فيه مكتبة العبد، اللي من شبرا هيبقى عارف المكان ده. فدي كده ارقام التليفونات، عندهم برضو توصيل. ففراخه حلوة ونظيفة. وده كده حبايبي كان فيديو تفريزات شهر ابريل. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامة.